نفذ ناشطون بمديرية الجوبة بمحافظة مأرب مبادرة شبابية لإصلاح الطريق العام الرابط بين مختلف محافظات مأرب والبيضاء وشبوة. خط متهالك وحفر وتشققات زادت من معاناة المسافرين وسائق الناقلات، وتسببت في الكثير من الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من المسافرين عبر طريق مأرب البيضاء في ظل إهمال كبير من قبل الجهات المسؤولة لصيانة الطرق. كل ذلك دفع مجموعة من أبناء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب إلى عمل مبادرة شبابية لإصلاح الخط العام وترقيع الحفر والتشققات كجزء من واجبهم للحفاظ على المصالح العامة. نحن مجموعة من الشباب من أبناء مديرية الجوبة قمنا بعمل مبادرة شبابية من أجل ترقيع الحفر التي الموجودة في خط مأرب البيضاء، والحمد لله تم التعاون من فاعلي الخير والشباب ما قصروا يعملون بأيديهم. هذا الخط هو خط رابط بين مأرب البيضاء رداع شبوة، أيضا مع خط الوديعة يعتبر خط شغال 24 ساعة تحولت الجمهورية عليه. المشكلة أن الخط هذا منتهي شبه منتهي ويسبب خسائر في الأموال والأرواح. المواطنين يشاهدوا المآسي والخسائر المادية اللي يتعرض لها المسافرين اللي جايين من السعودية اللي جايين من الناقلات، فكل مواطن حاول أنه يقوم بدور، نحاول أن نخفف من الخسائر ومن الأرواح. أنا أعتقد أن أي شيء أنه يسبب خسائر في الأرواح يجب أن تدخل المسؤولين أنهم يجلسوا مكتوفي الأيدي. أنا أعتقد أن احنا في المرحلة يجب أن يشعر المواطن أنه يجب أن يتخلى من كثير مسؤوليات الدولة اللي شالها على ظهره. المواطن هو اللي يقوم بالأمن، المواطن هو اللي يقوم بحماية نفسه. الطريق الذي أصبح شريان الحياة لبقية محافظات الجمهورية بعد توقف خط الفرضة بسبب الحرب الدائرة هناك، كما أنه من يزود المحافظات بالمواد البترولية والغاز والبضائع القادمة من منفذ الوديعة، المنفذ البري الوحيد للمسافرين برا من وإلى خارج الوطن. هذا العمل تطوعي من شباب ومن فاعل خير، وهذا العمل المفروض أنه عمل الحكومة، لكن الحكومة للأسف الشديد يعني في الوقت الحالي لم تكن موجودة على أرض الواقع، رغم أنه نعلم أنها تسرف في صرف الأموال في غير طريقها، وهذه الطريق كان أحق. الطريق هذه أصبحت الآن الشريان الرئيسي لليمن، جميع محافظات اليمن تمر الآن مصالحها مع هذا الخط. مفروض أن الدولة تهتم به زيادة أكثر مما الاهتمام السابق، لكن لا جدوى للأسف الشديد. ومن هنا نناشد الحكومة وكل مسؤولي الدولة بخروج لجنة لتفقد هذا الطريق واحتياجات المواطنين بشكل عام. المبادرة حظيت باستحسان المجتمع ورضا من المسافرين وسائق الناقلات، كما أنها رسالة موجهة للجهات الحكومية المسؤولة بالقيام بواجباتها تجاه مصالح المواطنين التي تحولت إلى شبح للموت قد يخطف أرواحهم في أي لحظة. ذياب الشاطر، يمن شباب.